وبيبدا الفيلم بالرجاله اللي متكسر عظمهم دول 20 30 واحد متدشملين، واللي عاملها بيكون مين؟ وحش العريف استاذ الكدابين البطل التي بقدراته هيكدب النهارده كتير دايا اللي بيقول اولاد الهرمه اللي ضربتهم دول كسروا عظم ما كسبتهمش بسهوله، بس لو على الضرب انا من يوم ما اتولدت والدنيا عماله تخبط فيا، يوم ما اتولدت تلاقوني مرمي لا ليا اب ولا ام، واما كبرت شويه اشتغلت مع حرامي صغير وهب اتقبض عليا. الظابط بيقول له وريني مين هيحلك مني، بيقول له حل مين؟ انت ما تعرفش انا شغال مع مين؟ بيقول له مع مين؟ هو قاعد تكون شغال مع الوزير وانا ما اعرفش. بيقول له لا زعيمي هيجي دلوقتي هيعلم عليه، وفعلا زعيمه بيحضر. الظابط بيقول له هو ده زعيمك؟ بيقول له ازيك يا باشا. بيسفخوا واحد ظباطي هو بينزل تكسير في عظمه بيمشيهم هما الاثنين، وضايع بيكون في منتهى الغضب. بيخرج بره هو بيقول له يا ابني انت عملت ايه علشان الظابط يعمل معانا ده كله؟ بيقول له عملت اللي عملته، انا كنت فاكر نفسي مسنود على حيطه طلعت الحيطه مايله. بيقول له فشا انا اسمي في السوق مسمع معروف من المعلم ابو حديده، بس انت عارف ده شرطي ما اقدرش اكترهم معاه. بيقول له يعني مفيش اي مجرم بيقدر على ظابط؟ بيقول له ده اكيد يا ابني. استنى رايح فين؟ بيقول له شيل ايدك من عليا لان من النهارده مفيش حل قدامي غير ان اكون ظابط. وفعلا صديقي بيشتغل بالليل هو بيروح المدرسه الصبح، وحلم انه يكون ظابط ما بيروحش من على باله، وتعدي الايام وتفوت السنين، وفي يوم الشرطه في محافظه سيما بياخدوها جري ورا الاربع مجرمين دول، وفعلا بيمسكوهم وفي الزنزانه بيرموها. في الوقت ده فس بيروح لوزير الداخليه هو بيقول له انت قاعد عندك ومش دريان باللي حصل؟ بيقول له تعالى قول. بيقول له اقول لك ايه؟ انا كام مره اقول لك ماشي الظابط اللي في اسم المحافظه ده؟ بيقول له عمل ايه تاني؟ بيقول له ما واخدلوش جنب عايش لدور الشرف والبطوله، والنهارده قبض على اخواتي الاربعه. بيقول له ما هم اكيد اخواتك عملوا حاجه غلط. بيقول له ما هو انت عارف ان طبيعه شغلنا الغلط اصلا، احنا عصابه مش بتوع بليله يا عماه، وانت قابض فلوس وعاد. بيقول له ما هو المشكله ان الشرطي ده محترم قوي، حاولت امشيها معاه بالحب ما مشيتش، وما ينفعش امشيها معاه عافيه هيأذيني ويأذيك لانه على حق. بيقول له يا اخي ما تنقله على اي مكان بعيد عن هنا وهات لنا ظابط يكون واطي، اخر مره قلت لك هات لي ظابط واطي جبت لي واحد وطني، في فرق في الحروف يا عماه. بيقول له عارف، وعلشان اجيب واحد صعب الاقي واحد اوطى منك، بس تصدق في واحد في حيدر اباد مستعد يعمل اي حاجه علشان الفلوس اوطى منك انت شخصيا. بيقول له هو ده اللي هيدلعني. مين ده بقى؟ وحش العريف اسد الغابه المهين ده كبر وحقق حلمه وبقى ظابط قد الدنيا والدنيا مش قده، بياخدها جري ورا المجرم ده وهي واحده شناكي برجليه بيجيبه على الارض، بياخد له صوره. بيقول له ولا ما تكترهمش وتعالى معايا وانت ساكت، وهوب بيشوف صاحبنا ده بيجري منه، بيروح جري وراه لحد ما بيجيبه من قفاه. بيقول له اعترف يا راجل يا عر. بيقول له عملت ايه؟ بيقول له ربنا ما عملت حاجه، انا شفتك بتجري جريت مني. بيقول له يا عم بهزر معاه انت مش فاكرني؟ انا ضايع فاكر لما قلت لك هبقى ظابط شرطه؟ بيفتكروا وبيقول له هو انت بجد يخرب بيت انا اسف بس انا فرحان قوي. بيقول له يا عم ماشي قول لي بقى كنت بتجري من مين؟ بيقول له ربنا ما اعرف بس خفت تفتكر ان انا اللي قتلت زوري. بيقول له هو زوري اتقتل؟ بيقول له لسه جثته مرميه بره. بيقول له بجد تعالى وريني هي فين. يروح معاه بيقول له هي دي جثته. بيقول له ايه قصته ده كمان؟ بيقول له ده اخو مداف، ومداف ده رئيس عصابه في خلاف بينهم وبين عصابه شاكيل. شاكيل حاول يقتل زوري ده كذا مره ولكن ما عرفش. بيقول له يعني شاكيل هو اللي قتله؟ بيقول له لا طبعا حد تاني خالص. بيقول له خلصانه اتفرج على المصالح بتمشي ازاي، هات لي رقم شاكيل ده. بيدي له الرقم وفعلا بيتصل بشاكيل. بيقول له مين؟ بيقول له مش مهم المهم زوري قدامي اهو خلص عليه ولا لا؟ بيقول له يا ريت خلص عليه وهديك اللي انت عايزه. بيقول له هاخد 100,000. بيقول له يا عم اللي انت عايزه. بيقول له نص ساعه وهتلاقي الصحافه والاعلاميين ملمومين على جثته، وبيقفل في وشه. بيقول لجون اتصل بالصحافه والاعلام وفعلا بيتصل بيها يجوا بيصوروا جثه زوري. شكل بيكون برجالته قدام التلفزيون وده بيتصل بيه. بيقول له عاش عليك يا زعامه ايه الحلاوه دي؟ بيقول له عيب عليك فين فلوسي بقى؟ بيقول له يا باشا احلى فلوس تعال خدها مني وبالمره شوفها. بيقول له تشوفني دي خليها بعدين، ابعت لي الفلوس على محطه القطر مع واحد من رجالتك وقول له يسيب الشنطه هناك ويمشي. بيقول له خلصان وفعلا بيروح على المحطه واحد من رجالته بيسيب الشنطه دي وبيمشي. جوني بينزل ياخد الشنطه وبيقول له الله ينور يا باشا جبت الفلوس من الهوا. بيقول له لسه ما خلصناش. بيروح على بيت شكيل بيلاقيه بيرقص هو ورجالته. بيقول له ثابت مكانك منك ليه؟ بيقول له انت مين؟ بيقول له بوليس. فاكرها سايبه وهتفلت بعملتك يا مجرم؟ بيقول له عملت مين؟ انا ما عملتش حاجه. بيقول له لا عملت، انت اللي اجرت مجرم يقتل زوري. بيقول له ما حصلش. بيقول له لا حصل. مش ده رقمك؟ المجرم اتصل بيك قبل ما يقتل زوري بنص ساعه وبعد ما قتله بنص ساعه. بيقول له طب اهدى يا سيدي الناس وقول لي ايه طلباتك. بيقول له دي فيها اعدام بس كل مصيبه وليها حل. بيقول له يا سلام هو ده الكلام. 100,000 كويس يا باشا. بيقول له حياتك تساوي 100,000 هات 200 يا عم. بيقول له امرك وفعلا بياخد ال 200,000 وبيمشي. جوني بيقول له ايه الحلاوه دي 300,000 في ساعه؟ بيقول له لسه ما خلصناش. مش زوري ده اخوه يبقى رئيس عصابه برضه؟ بيقول له ايوه اسمه مداف. بيقول له يلا بينا على المحداف وفعلا بيروح لمداف. هو بيقول له شد حيلك انا مقدر اللي انت فيه اكيد كنت بتحب اخوك قوي. بيقول له ما كانش اخويا بس انا اخويا وظهري وسندي ودراعي اليمين اغلى حاجه عندي. بيقول له عشان كده انا جيت اقول لك مين اللي قتله. بيقول له اكيد الكلب اللي اسمه شكيل. بيقول له لا وشكيل اصلا ما يعرفش مين اللي قتله. بيقول له قول لي هو مين ابوس ايديه. بيقول له لا مش هينفع طبعا بس انا هجيبه حق اخوك هيرجع بالقانون. بيقول له يبقى مش راجع ولو رجع مش هيبقى دلوقتي ابوس ايديك قول لي مين خلينا اطفي ناري. بيقول له ما هي المشكله انا لما اجيب المجرم ده الحكومه هتديني ميداليه ذهبيه. بيقول له انا هديك اللي احسن من الهديه هعمل لك تمثال ذهب بس عرفني هو مين. بيقول له لا تمثال ولا حاجه الموضوع ابسط من كده بكتير لو نص مليون انا راضي. بيقول له عينيا بس مين؟ بيقول له هو ده. بياخد النص مليون وبيمشي. جوني بيقول له انت جبار ايه الدماغ دي؟ بيقول له من يوم ما سبتك يا وش الفجر والله والخير هل عليا خد 10,000 وروح نام. بيقول له نام مين؟ انا من النهارده جزمتك يا باشا. بيقول له لا ما هو انا خلاص هتنقل من الاسم ده وهروح اسم تاني. بيقول له هتروح على فين؟ بيقول له على حيدر اباد. وفعلا الرجاله في الاسم بيكونوا مستنيينه ومرسي بيعمل له طقوس ولكن الشرطي ده بيقول له بتعمل طقوس لمين؟ للظابط الجديد ده مش بني ادم ده رقم واحد في الرشوه مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته ثم ما فيش الاخرين. وهوب ده بيحضر في المكان الكل بيقف انتباه وبيدي له التحيه الا مرسي. ده بيستغرب وبيقول له انت اسمك ايه؟ بيقول له مرسي يا باشا. بيقول له فين التحيه؟ بيقول له ايديا وجعاني. بيقول له اه طب اما تخف وريني جمال تحيتك ليا. مين المجرمين اللي ماسكينهم دول؟ بيقول له دول 4 اخوات فاسو مسكناهم متلبسين وهم بيهربوا اسلحه.
بيقول له طب خرجهم لك اتكلم معاهم. بيقول له ما هم ممكن يهربوا يا فندم. بيقول له مش عيب يهربوا وانت واقف؟ خرجهم يا ابني. العسكري بيفتح الباب ومرسي بيقول له ممكن يهربوا يا فندم. بيقول له مستحيل هيخافوا منك. بيغمز لهم بياخدوها جري لبره. بيقول له تصدق كلامك صح هربوا. بيقول له انت اللي قلت افتحوا الزنزانه يا فندم. بيقول له انا ايه عرفني انهم هيهربوا؟ ما كنتش اعرف انكم خيخه ومش مسيطرين. المشكله ان لو بلغت القياده باللي حصل هيقعدوكوا كلكم في بيوتكم، فما فيش حل غير ان احنا نحرق ملف القضيه، ولا من شاف ولا من داري، والا حرفيا كلكم يا مرسي هتقعدوا في البيت. مرسي بيترعب مش على نفسه يا صديقي، ولكن بيخاف على كل زمايله اللي هيتقطع اكل عيشهم. بيديله الملف وفعلا بيحرقوه. بيقول له برافو يا مرسي، هم مش دول 4 اخوات فاسو؟ قول لي فين بيته بقى. بينصدم. هو بيقول له انجز يا عم انت هتصورني، يلا تعالى معايا. وفعلا بياخده وبيروح لفاسو. فاسو بياخده بالحضن. هو بيقول له عاش عليك يا معلم، كنت عارف انك هتخرجها بس ما كنتش عارف انك هتخرجهم بمجرد ما توصل. عاش عليك. بيقول له مات عليك انت بقى قبضني. بيقول له لا ما تحسسنيش انك بتاع مصلحتك. بيقول له اللي بيني وبينك مصلحه، انا اهم حاجه عندي نفسي. مرسي بيكون في منتهى الصدمه، وعلى بالليل اخوات فاسو بياخدوها على الفيلا دي. بيقول له عيش حياتك يا باشا، ربنا ما يحرمنا منه، وبيسيبه ويمشي. بيقول لمرسي ايه ما تفك كده يا عم مرسي، استمتع ببيت اخوك الجديد. بيقول له هو اداهولك؟ بيقول له لا بس شويه بالحب هاخده. ايه رايك فيا؟ بذمتك موهبه زي تستخسر فيها التحيه؟ ما بيردش عليه وبيديله ظهره. بيقول له احنا هنهزر؟ لف يالا. بيلف له. بيقول له اديني التحيه. بيقول له اهون عليا اقطعها ولا ارفعها لك يا فندم. بيقول له هو انت من الناس اللي عايشين دور الشرف؟ خلي شرفك ينفع، يلا روح نام. تاني يوم بيخرج يتمشى على البحر وهوب بيشوف سنافي بيعجب بيها قوي. هو بيقول لمرسي ولا روح اعرف لي متجوزه ولا لا. بيقول له مش هقدر يا فندم. بيقول له انجز روح. بيروح له بيخلص معاها وبيرجع له تاني. بيقول له ما قدرتش اعرف متجوزه ولا لا بس بتحب الكلاب قوي وشغاله اصلا مربيه كلاب وعندها مزرعه كلاب كبيره قوي. بيقول له خلصانه. بيجيب 2 بلطجيه وبيخليهم يسرقوا الكلاب اللي مربياهم كلهم. تاني يوم بياخد الكلاب وبيروح لها البيت. بتفرح قوي وبتاخد الكلاب بالحضن. بتروح لضايا وبتقول له انا مش عارفه من غيرك يا باشا كنت هرجع كلابي ازاي. بيقول لها كلابك يعني كلابي، يا ريتني كنت كلب منهم. بتقول له نعم. بيقول لها ما تدقيش بقى. في الوقت ده في القسم الست دي بتفضل مستنيه وبتفضل تمسح في دماغها. دايا بيحضر. بتقول له باشا انا بقالي كتير هنا كلهم بيقولوا لي استنى مع علي. بيقول لها في ايه؟ بتقول له بنتي اختفت من 4 ايام ما رجعتش البيت لحد دلوقتي. بيقول لها عندها كام سنه؟ بتقول له في جامعه. بيقول لها ليها صوره؟ انت يا ابني شوف لي ابن الهرمه ده مخرج له ابني من اسبوع ما جابليش الظرف بتاعي لحد دلوقتي. هات يا ست الصوره. هي دي بنتك؟ ما هي كبيره وقد الجحش اهي. دور عليها عند اي حد من زمايلها ولا في اي مصيبه. مش عارفين تربوا عيال ما تخلفوش ولا تخلفوا تقرفونا احنا بيها. اكتب لها شكوى واركنها يا عم. هو بيسيبها وبيروح على مكتبه بيخلص كام مصلحه شمال وبيروح لشنافي. بيفضل بص عليها من بعيد وهوب بيشوف الواد ده معاها. بيقول لمرسي مين ابن الهرمه اللي مقرب منها قوي ده؟ بيقول له الواد ده خطيبها يا ريس. بيقول له مخطوبه مين؟ لازم قبله بكره فشكل الجوازه دي. على بالليل الواد خطيبها بيروح يخلص اوردر وهوب ده بيبعت له رجالته. واحد منهم بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول له عادي اوردر جاني جيت اغني وماشي. بيقول له واللي طلب منك الاوردر ما كانش معرفك انها شقه دعاره؟ يلا قدامي. ضايع كمان بيكون باعت له الصحافه والاعلام بيخلي فضحته بجلاجه. شينافي بتشوف الفضيحه ومامتها بتقول مستحيل اجوزك لواحد رخيص زي ده. ثاني يوم ده بيروح لهم بيه هو بيقول لهم خلاص انا مشيت الدنيا علشان خاطركم خرجتوا من القسم ومفيش اي حاجه عليه كملي الجوازه يا ام شنافي بس خلي بالكم منه. ام شنافي بتقول له لا بعد اللي عمله وراح بيت دعاره امبارح مستحيل اجوزه بنتي. بيقول لها انت متاكده من الكلام ده؟ بتقول له اكيد يا ابني. بيقول له امشي وما اشوفش وشك في المحافظه كلها تاني. بيقول له استنى يا عم انت. بيقول له عم جيب فهم ما اشوفش وشك انا تاني يلا. وانت يا ست هانم امك خدت لك احسن قرار في حياتك، ازاي كنت هتتجوزي واحد اصلا بيضرب كلاب الشوارع؟ بتقول له بجد؟ بيقول لها امال كذا مره شكوى تتعمل فيه وانا بعديها علشان خاطرك. بتقول له انت بجد بتحب الكلاب؟ بيقول لها انت ما تعرفيش انا اصلا اتولدت وسط الكلاب اتربيت مع الكلاب انا اصلا كلب. قصدي يعني يا ريتني كنت كلب. انت عارفه الكلاب عندها وفاء مش عنده وفاء نفسها. انا عايش طول حياتي بدور على ست بتحب الكلاب مش لاقي، لان انا لازم اتجوز واحده بتحب الكلاب لان بعد الجواز هكون كلب تحت رجليها. بتقول له للدرجه دي؟ بيقول لها واكتر. البت بتدب فيه وفعلا بتحبه يا صديقي. تاني يوم نفس الست دي بتروح القسم وبتقول له مرسي يعني ايه مش لاقيينها؟ بنتي داخله في الشهر لحد دلوقتي ما رجعتش البيت، ازاي ده هيكون طبيعي؟ الظابط عايز يعرف مين زمايلها وهي ما كانش ليها غير زميل واحد اسمه ارون. طيب بيقول لها ارون مين؟ بتقول له ارون ده كان زميل بنتي. بيقول لها ارون ده ساكن ورا المعبد البحري صح؟ بتقول له بالظبط. بيقول لها هو كمان اختفى ومحدش لاقيه لحد دلوقتي. بنتك هربت معاه ما تخافيش الواد معاه قرشين هيخلصوا وهيرمي لك بنتك تاني يلا بقى طرقينا. الست ما بتعرفش تمسك دموعها هو بتسيب المكان وبتمشي. بس بيتصل بيه بيقول له ها الجديد. بيقول له في راجل ابن هرمه اسمه سوتا معاه 5 فدان مش عارف اخدهم منه تروح تقنعه باي طريقه يبيع الارض دي. بيقول له خلصانه. بيقفل معاه وفعلا بيروح للراجل بعقد بيع. بيقول له انت اشتريت الارض دي بكام يا عمي؟ بيقول له يا دي من زمان قوي يا ابني خدت ال5 فدن دول يا باشا ب2000 روبيا بس. بيقول له يساوي كام دلوقتي؟ بيقول له كل حاجه غلت يا باشا يعملوا حوالي 5 مليون روبيا. بيقول له عندك حق بس ارضك كده غلت قوي 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 ده مش طبيعي. طب ليه مش عايز تبيعها لفاسو؟ بيقول له ده راجل بلطجي هددني كذا مره وعايزني ابيع له ال5 فدان ب50000. بيقول له طب ما تبيعهم له. بيقول له لا ما هو انا مش هبيع يا باشا معايا حفيدتي اولى هي بالارض بكره وبعده تنفع. بيقول له ايه اللي مخليك خايف قوي على حفيدتك كده؟ مش معاها باباها ومامتها يامنوا لها مستقبلها؟ بيقول له مامتها وباباها ماتوا في حادثه يا باشا. بيقول له ما هو انت لو ما بعتش الارض دي لفاسو البنت هتحصلها واحتمال كبير اصلا انت تحصلها والبنت هتترمي في الشارع وتتشرف. فكر بعقلك وخاف على نفسك علشان تكمل مع حفيدتك. ارضك دي انت مشتريها ب2000 روبيا هيدفع لك فيها 50000 روبيا يعني انت كسبان اضعاف اللي انت اشتريت بيه. يلا بقى انت عارف انا ممكن اعمل ايه؟ طلع قلمك وامضي. الراجل بيترعب على حفيدته وفعلا بيمضي على عقده بدموع عينيه. مرسي بيكون في منتهى الحزن عليه ولكن ما باليد حيله يا صديقي. ده بياخد العقد هو بيروح يديه لفاسو. على بالليل بيدي جزء من الفلوس اللي خدها المرسي. بيقول له تحرم عليا الفلوس دي يا باشا. بيقول له يا عم ما تبقاش فاري خد الفلوس دي عيش وعايش عيلتك. بيقول له عايشهم من فلوس حرام؟ انت شايف ان الراجل اللي خدته منه الارض
ارض عافيه ده ربنا هيبارك لكم فيها. انت ازاي بتعرف تنام الليل؟ فين ضميرك؟ بيقول له ما هو لو ما باعلهمش الارض كانوا هيقتلوا حفيدته. بيقول له ما هو لو احنا وغيرنا نضاف وماشيين بالقانون ما كانش هيعرف يقتلها لانه هيخاف من الشرطه، انما انت شغال لحسابه وعارف انه مجرم قتال قتله. بيقول له ما هو انت شاطر وبتفهم في الناس اهو، طالما انت متاكد انه مجرم ليه ما تروحش تقبض عليه؟ لان ما عندكش دليل ضده، وطالما ما فيش دليل القانون هيسيبه. بس انت متاكد انه مجرم، خد سلاحك وروح خلص عليه، وريني شطارتك. بعد ما تخلص عليه هيسقفوا لك، القانون اللي انت بتدافع عنه ده هيقدمك، وطالما مش هتقدر تقبض عليه ولا تقتله يبقى خلينا في صفه، وادينا عايشين عيشه فل. خد الفلوس دي يا عم واكل عيالك وعلمهم كويس، اكلهم وعلمهم خليهم يطلعوا حاجه كبيره. احنا بقينا في زمن ما يعلم به الا ربنا. بيقول له الفلوس دي حرام مستحيل ادخلها بيتي. بيقول له ما يبقاش مخك تخين بقى، خليني اوريك ازاي. ال100 دي بتاعتك وال100 دي بتاعتي، لو عجناهم في بعض كده ووريتهم لك وريني فين بتاعتك وفين بتاعتي. خد الفلوس يا مرسي وعيش. بيقول له مش هاخدها يا باشا. بيقول له خلاص اعتبرني شايلهم معاه، واما تحتاج منهم اي حاجه خدها برضه واعتبرها سلف. هو بيسيبه ويمشي. تاني يوم مرسي بيكون في بيته، هو بنته بتقول له معلش يابا بس المدير مش راضي يسلمني الكتب، وقال لي ما تجيش المدرسه تاني غير بفلوس المدرسه، لو اتاخرت 5 ايام كمان هيرفدني من المدرسه خالص. بيبص على الشنطه ولكن بيسيطر على نفسه. بيقول لها لو ما قدرش اتصرف في الفلوس يبقى نصيب ما تكمليش يا بنتي. مراته بتقول لها تعالي يا بنتي وسيبك منه، ده راجل فاشل، ما كل زمايلها اللي ابهاتهم في الشرطه منغنغينها، انت ماسك لنا في حرام وحلال، خليك كده مكانك يا فاشل. في الوقت ده بياخد سنافي على المكنه وبيروح بيها على البحر. بتقول له شايف السمكه دي شكلها حلو قوي؟ بيقول لها يا سلام ده انا اجيب لك الصياد كله لو عايزه. بيروح يجيب لها السمكه وبيرجع بيلاقيها اختفت يا صديقي. بيبص على يمينه بيلاقي الرجاله دول واخدينها وطايرين بيها، بيحطها في العربيه ولكن بياخد المكنه وبيروح جري وراها. بينزلوها في الحته دي شويه بيمسكوها وابن الهرمه ده بيكون خلاص هيقتلها. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله يحضر في المكان الكذاب الكبير الشلاط المثير ضايع، ينزل فيهم كدب وتخبط لحد ما بيرقدهم على الارض، وهوب فاسو بيحضر في المكان بيمسك شنافي وبيرفع عليها السلاح وبيكون خلاص هينهيها، ولكن بمجرد ما بيبص في وشها بيسيبها تاني. بيقول لرجالته مين دي؟ مش هي دي اللي قلت لكم هاتوها؟ بيقول له يا ريس انت قلت لنا هات البنت اللي قاعده على المكنه، ودي كانت قاعده على المكنه على البحر. ده بيسبقوا بحته قلم محترم، وفاسو بيقول له معلش يا اخويا سوء تفاهم حصل خير. ده بياخدها في حضنه هو بيقول له دي روحي لو راحت مني اموت. بيقول له معلش يا اخويا حقك عليا، ما كانش قصدنا حبيبتك خالص، قصدنا بنت تاني. ده بيوصلها على البيت هو بيقول لها خلاص كفايه عياط بقى روحي نامي كويس، وبيسيبها ويمشي. تاني يوم بيصحى بيلاقيها عنده في البيت. بيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له ما عرفتش انام طول الليل، طول الليل بفكر لو قتلوني امي وجدتي كانوا هيكملوا الباقي من حياتهم ازاي، كانوا ازاي هيعيشوا من بعدي، واكيد البنت اللي هيقتلوها دي ليها اهل هيزعلوا عليها. بيقول لها خلاص بقى اعتبريه كابوس وصحيتي منه. بتقول له لا مش كابوس دي حقيقه، واكيد هيدوروا على البنت دي وهيخلصوا عليها، مش انت ظابط؟ ابوس ايدك علشان خاطر احميها ما تخليش الكلاب دول ياذوها. بيقول لها طب خلاص بطلي عياط. بتقول له وعدني. بيقول لها يا ستي وعد وهجيبها لك لحد هنا تطمني عليها. وهوب رجاله فاسو بيلاقوها وبياخدوها جري وراها، البنت بتفضل تجري منهم وبيكون خلاص هيحصلوها، ولكن بيحضر في المكان اللي اسد المهين الفنان الكبير ضايع. بيعمل بالعربيه خمسايه وبينزل ياخد البنت في ظهره. فاسو بيحضر في المكان هو بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيخرج سلاحه هو بيقول للبنت اللي قرب ناحيتك خلصي عليه. فاسو بيقول له تخلص على مين؟ وبعدين انت مالك بدي كمان؟ بيقول له كله الا دي. بيقول له ليه حبيبتك هي كمان؟ بيقول له يا عم بلاش دي، لو ماتت حبيبتي هتزعل وانا ما اقدرش على زعلها. بيقول له حبك برص انت وهي، البنت دي لو فضلت عايشه اخواتها هيروحوا في 60000 داهيه، انت روح خلص عليها. يا دوب بيقرب من الباب بيلاقي ضايع لعب في وشه الباب وهي واحده ستريمينك بيجيبه على الارض. فاسو بينصدم هو بيقول له انت اتجننت؟ بيقول له ما انا قلت لك بلاش دي. بيقول له ولا انت هتزيد، انا معايا 4 كلاب في البيت خليتك الخامس معاهم، الفرق بينك وبينهم بالنسبه لي انك بتتكلم هندي، بعد ما اكلتك جاي تهوهو عليا كلب. يغضب هو بيقول له انت كده هتزعلني منك وانا زعلي وحش ممكن يخرب لك حياتك، انت اللي بدات اللعب يا لعيب استعد للي جاي. بيقول له انت لسه شفت لعب؟ خلصوا عليه يا رجاله. خلصوا على مين؟ راح الغلبان ابن الغلبانين وانتوا اللي خرجتوا من جوه الوحش المهين. ارجع على اللي بعده انا هساعده. بيكسر عظم كل رجالته وفاسو بيروح جري يجيب سكينه من العربيه وهوب ده بيرفع عليه سلاح. ده بيقول له المره الجايه وحياه امي اللي ما اعرفش هي مين لفرغ السلاح ده في بقه، وبياخد البنت ويمشي. بيروح يحكي لمرسي كل اللي حصل. مرسي بيستغرب هو بيقول في باله هو اتغير ولا ايه، ولكن ده بيقول له المشكله اني زعلان مش عارف هاكل حرام منين، بصراحه ما فيش حد شمال اشتغلت معاه بسطني زي الراجل ده، يلا هضطر اشوف واحد غيره. في الوقت ده فاسو بيكون في منتهى الغضب وبيتصل بوزير الداخليه بيحكي له كل اللي حصل. بيقول له ده بس يا فاسو ما حصلش حاجه، تعال هنتقابل وانا هجيبه لحد عندك واخليه يعتذر لك. وفعلا بياخد ضايع وبيروح يقابله. فاسو من غير تفكير بيرفع عليه سلاح وبيضرب. بيستخبى في الوزير اللي بيقول له ما خلاص يا عم الراجل عارف انه غلطان وجاي لك لحد عندك يعتذر لك. الاثنين بيقعدوا وبيفضلوا باصين على بعض. فاسو بيقول له وديت البنت فين؟ بيقول له فص ملح ودابه. عايز تضربني علشان حته بنت ما نعرفهاش احنا الاثنين؟ قتلها هيفيدك بايه؟ بيقول له يا حمار البنت دي روح اخواتي الاربعه في ايديها. بيقول له بقى حته بنت ملهاش اي 30 لازمه هتعرف تعمل حاجه معاك ولا مع اخواتك؟ كفايه كدب يا اخي وافترى على خلق الله، لو عايز تقتل غيرها هقتل انا ماليش دعوه، بس البنت دي بالذات لا. بيقول له لا البنت دي بالذات لازم تموت. بيقول له يبقى جايتي ملهاش لازمه واعلى مفخلك اركبه وابقى خد الوزير وراه. وبيسيبه ويمشي. بياخد البنت يقعدها مع شنافي والبنت بتقول لها هو ده حبيبي يا بختك بيه بجد راجل عمل المستحيل وضرب رجاله كتير علشان يراضيكي. شنافي بتبص له هو بتكون في منتهى الفخر بيه. بتقول لها هم الكلاب دول عايزين يقتلوكي ليه؟ بتقول لها ده موضوع كبير قوي مستنيه شخص اثق فيه علشان يخلصوا، معلش مش هقدر احكي لك تفاصيل. تاني يوم فاسو
فاسو بيروح لضيق الاسم، هو بيقول له بعدين معاه. قول لي يا ابني انت عايز ايه مني؟ بيقول له انا اللي عايز، انت اللي جاي قول لي عايز ايه. بيقول له يا بني ادم افهم، 1000 مره قلت لك البت دي روح اخواتي الاربعه في ايديها. بيقول له وضح لي اكتر، لان مش مقتنع حته بنت زي دي تقتل اخواتها ازاي يعني. بيقول له مش هي اللي هتقتلهم، معاها اسطوانه لو سلمتها لاي صحفي ولا اي ضابط غيرك الاربعه هيتشنقوا فوري. بيقول له بس كده يعني انت عايز تموت البنت دي علشان الاسطوانه تموت معاها صح كده؟ بسيطه يا عم، انت عايز تقتلها ولا عايز الاسطوانه في ايديك؟ بيقول له اكيد الاسطوانه. بيقول له خلصانه، انا هجيب لك الاسطوانه وانت تشيل البنت دي من دماغك خالص. وفعلا ده بيروح للبنت، هو بيقول لها انت بتعيطي ليه؟ انا عايز اعرف الاسطوانه دي فيها ايه، فهميني علشان اعرف احميكي منها. بصي ما تعرفيش الدنيا لفت ازاي وخلتني اقابلك، وطالما انا اللي قابلتك يبقى ربنا بيحبك، خليكي واثقه فيا ومهما كانت مشكلتك حلها عندي. مرسي بينصدم لانه متاكد انه اوطى واحد على وجه الارض. لكشمي بتقول له انا كنت شغاله في امريكا، جيت اجازه عادي علشان اشوف مامتي واختي، والمفروض اختي هي اللي كانت جايه تستقبلني في المطار ولكن ما جاتش، وفضلنا ندور عليها كتير انا وامي ولكن ما لقيناش ليها اي اثر. ثالث يوم لقيت رقم غريب بيتصل بيا، كانت هي اختي. بتقول لها اسمعيني كويس يا لكشمي. بتقول لها دي بنتي فين؟ بتقول لها خلاص هيقتلوني. بتقول لها هم مين انت فين؟ بتقول لها انا سرقت تليفون واحد منهم وهبعت لك لوكيشن على المكان اللي انا فيه، هم مصورين كل اللي عملوه فيا وحطوه في اسطوانه. ابوس ايديكي خدي لي حقي، ابوس ايديكي ما تسيبيش الكلاب دول يفلتوا بعملتها، خليهم عبره لاي حد يفكر يعمل كده تاني. وفعلا لكشمي بتروح جري على هناك، بتفضل تدور لحد ما بتلاقي الاسطوانه. بتقول له ده يا سيدي كل اللي حصل، اما رحت وفتحت الاسطوانه شفت اخوات فاسو الاربعه وهم بيغتصبوا اختي، عذبوها بابشع الطرق وبعدها قتلوها. عارف قتلوها ازاي؟ قتلوها برضه بطريقه وحشه قوي. كلمت واحد من بتوع الاعلام بس اكتشفت انه استغلالي، عايز ينزل الفيديو على قناته، ما رضيتش اديله الاسطوانه وقررت اخلي الاسطوانه معايا لحد ما الاقي شخص اثق فيه واتاكد انه هيجيب لي حق اختي. وفجاه ظهرت انت في حياتي. بيقول لها اسمعيني كويس، انت معاكي باسبور وتقدري تسافري على امريكا صح؟ بتقول له اكيد. بيقول لها هتاخد امك وتمشي من هنا. بتقول له بس امي مش هتقدر تسافر. بيقول لها انا هظبط لك كل حاجه، انت هتديني الاسطوانه دي وتاخدي امك وتسافري. مرسي بينصدم، يقول له ما هو ممكن امي ما ترضاش. يقول لها خديني ليها وانا هقنعها. بيروح معاها على البيت، بيلاقيها هي نفس الست اللي كانت كل يوم بتروح لهم القاس وكانت بتقول لهم بنتي ضايعه. ومرسي بيكونوا في منتهى الصدمه، والست بتقول له ازيك يا باشا لقيت بنتي؟ بيقول له والنبي يا باشا انك لقيتها. بيقول لها خد امك دخليها جوه يا لكشمي. بتقول لمامتها تعالي ياما جاتني مكالمه ولازم نسافر امريكا. بتخش بيها جوه وضايع بيخرج تليفونه، بيتصل بفاسو بيقول له ها جبت لي الاسطوانه؟ بيقول له احجز لي تذكرتين على امريكا وخلص لي اوراق ام البنت النهارده، لازم النهارده يسافروا على امريكا. بيقول له الاسطوانه فين؟ بيقول له اعمل اللي بقول لك عليها سلمك اسطوانتك، اقفل بقى. هو مرسي بيفضل باص عليه بقره، بيقول له مالك كمان انت في ايه؟ انت قول لي باصص لي كده ليه؟ علشان اللي هعمله وايه المشكله؟ هسفر البنت ومامتها على امريكا يعيشوا في امان وهدي الاسطوانه لفاسو وكده خالصين مفيش اي حد هيتاذي. يا عم انت باصص لي بقرف كده ليه؟ غور من وشي، بقول لك غور من وشي، مش عايز اشوفك قدامي. بيسيبوه يمشي، وفعلا هو بياخد البنت ومامتها على المطار، بيتصل بحبيبته هو بيقول لها خلاص هم ماشيين، وفاسو مش مبطل رن عليه، ما بيرضاش يرد علشان لكشمي جنبه وهي خلاص ماشيه. بيقول لها الاسطوانه فين؟ بتخرج الاسطوانه هو بكل ثقه بتديها له، بياخدها ويمشي ولكن بتقول له استنى يا ضايع. الكلاب دول فضلوا يعذبوا فيها لمده 40 يوم، 40 يوم وهم بيعملوا معاها الجلاشه، 40 يوم عذاب وجلاليش. شوف الاسطوانه دي فيها كل حاجه، انا وثقت فيه ومتاكده ان انت الوحيد اللي هتجيب حق اختي، واما تعدم الكلاب دول انا هرجع الهند تاني، على الاقل لما امي تعرف انها ماتت وحقها رجع ممكن تهدى شويه. ضايع مشاعره تتلخبط وبيفتكر الاربع كلاب لما اتقبض عليهم قبل كده وهو مشاهم بنفسه. لكشمي بتسيبه وتمشي محتار مش عارف يعمل ايه، جوه حاجه بتوجع فيه وهو ضميره صديقي. ما كانش يعرف انه الضمير اما بيصحى بيوجع ولكن ما بيسمعش لضميره، وبياخد العربيه وبيكون في طريقه لفاسو، بيحس انه دايخ فبيرجع بالاسطوانه على القاسم، بيقعد وبيركن الاسطوانه والتليفون جنبه، ومرسي بيروح له وبيكون في منتهى الصدمه، بيقول له المفروض كنت هتقابل فاسو وتديله الاسطوانه دي، ايه اللي اتغير؟ وكمان فاسو بيرن عليه وانت مش راضي ترد عليه، مش معقول اللي في دماغي حصل. طب قول لي ايه اللي حصل في المطار؟ ايه اللي غيرك؟ بيقول له سيبني دلوقتي يا مرسي. بيقول له لا مش هسيبك، انت كنت رايح بالاسطوانه دي لفاسو، ايه اللي جابك بيها على هنا؟ اكيد ضميرك صحي، اكيد عرفت الطريق الصح، اكيد هتجيب حق البنت دي. بيقول له بقول لك سيبني في حالي يا مرسي. بيقول له لا مش هسيبك. بيقول له عايزني اقول لك ايه؟ خلاص مش هاخد رشوه، خلاص مش همشي شمال تاني، لا همشي شمال، انا لسه واثق زي ما انا ما اتغيرتش يا مرسي. بيقول له انا متاكد انك اتغيرت، متاكد ان ضميرك صحي. بيرفع عليه سلاح هو بيقول له اخلص خالص انا مش طايق هدومي يا مرسي، كلمه زياده هفرغ السلاح ده في دماغك. بيقول له اعمل اللي انت عايزه برضه مش هسيبك، واديني قاعد على دماغك. وهوب الرجاله دول بيخشوا القاسم، بيقول له انا بقول لك انك اتغيرت، ورجاله فاسو جايين ياخدوا الاسطوانه، لو خدوا الاسطوانه وخرجوا بيها من هنا يبقى انت ضايع اللي انا اعرفه، ولكن ان طلعوا من هنا متكسر عظمهم هتبقى انت ضايع اللي فعلا اتغير. الرجاله بيوصلوا وواحد منهم بيقول له في الاسطوانه اللي قال لك عليها فاسو. مرسي بيقول له الاسطوانه هي جنبه تعالى خدها، بيقرب من الاسطوانه خطوه في خطوه وبيوطي ياخد الاسطوانه، ولكن ضايع بيرفعه بكوع فاق الضمير واللي هيفكر ينام وهيكسر ضلوعه. ضايع بيقف في وشهم ومرسي بيقف انتباه، واخيرا صديقي بيديله التحيه. ضايع ما بيكونش مصدق، وتاني واحد بيخش عليه بيمسكوا من رقبته وهو قلم هندي بيقلبه على بصلته، التالت بيخش عليه وهي واحده بيبعته لخالته، اللي بعده انا هساعده بيجرجره من رجليه، هو بيقول له هو ده مرسي الشخص اللي كنت عايزني اكون عليه، ليه واقف ساكت؟ لو عايزني اكمل ما تحرمنيش من التحيه دي تاني. الكل بيقف انتباه ومره واحده بيدوا له التحيه، واللي فات صديقي ملوخيه واللي جاي تقليه، ابلع يا ابن الهرميه. بيكسر في عظمهم بكل غباء، ولكن اولاد الهرمه بيتكاتروا عليه. تفتكر ان ده هيفرق مع علي؟ هو لا معاه صديقي، لا والله هي كدبه هنديه بيجيبهم كلهم على الارض. مرسي بيروح لفاسو وبيرمي له رجالته في وشه، بيقول له نصيحه مني ليه خبي رجالتك، لان الظابط
البايظ اللي كان في الاسم ماشي وجه بدل وحش عنيف ما يعرفش الرحمه اسمه دايا ومش هيحل اخواتك الاربعه. الوقت ده دايا بيقعد مع رجالته، هو بيشوف الفيديو اللي في الاسطوانه، بيشوف الكلاب وهم ماسكينها وبيعملوا فيها اللي بيعملوه لمده 40 يوم يا صديقي. دايا بيكون في منتهى الغضب، هو بيفضل يدور على اخوات فاسو ولكن ابن الهرمه بيخبيهم. بيروح لسونا اللي بيكون واقف قدام ارضه متحسر عليها، بيتصل بيه، هو بيقول له عم سونا انت معاك الارض بتاعتك، لو كنت هتبيعها انا شاري. بيقول له ارضي ضاعت من ايدي خلاص يا ابني. بيقول له ضاعت ازاي؟ بيقول له اتنصب عليا فيها. بيقول له مين اللي نصب عليك فيها؟ بيقول له اولاد الحرام كتير والظابط اللي المفروض يحميني منهم ساعدني وهددني باكل حفيدتي. بيقول له انت سبته كده عادي؟ بيقول له كان نفسي اقول له دي ارضي والسعه حته قلم محترم يهدي غضبي، كان نفسي اقول له الله يسامح ابوك اللي جابك ورباك ما عرفش يربي. بيقول له انا ماليش اب يا عمي. بينزل من العربيه، هو بيقول له انا ما لقيتش اللي ربيني، انا يتيم ولكن الدنيا ربتني ويكفيك شر تربيه الدنيا يا عمي. انت كان نفسك تضربني قلم، ان ضربتني القلم ده هخش اكسر عظم اولاد الهرمه دول وهرجع لك ارضك. اضربني يا عمي. بيلسعوا القلم، بيقول له ريحتني شويه سيبني بقى اكمل باقي راحتي. بيخش عليهم هو من غير مقدمه بيهج فيهم بسلاحه، بيخبط دماغ صاحب الارض على الترابيزه، هو بيقول له من غير يمين الارض دي لو ما رجعت لصاحبها بكره الصبح لاجي هنا وافرغ السلاح ده كله في دماغك. بيقول له خلاص ماشي. بيسيبه وبيروح لشنافي، بيقول لها انا مش كويس زي ما وصلت لك، انا كنت فاسد باخد رشوه وماشي شمال وخليتك تسيبي خطيبك، انا ما كنتش كويس بس الحمد لله فوق، ممكن اكون فقت متاخر بس مش مشكله، المهم اني فوق. انا فخور ومبسوط بنفسي دلوقتي، حتى لو خسرتك هفضل فخور بنفسي. بتقول له انت كنت هتخسرني لو ما قلتش الكلام ده، انا مستحيل اخسرك. في الوقت ده المذيع بيقول خبر عاجل، في بنت اسمها ديبي كانت ضايعه لقوا جثتها مدفونه، الزملاء بيصوروا مع مامتها دلوقتي. ام ديبي بتقول الطب الشرعي بيقول ان دي موته مش عاديه، قبل القتل كان في بشاعه بتحصل، ما قدروش يشرحوا جثتها. ودايا واقف بعيد في منتهى الغضب وفاسو بيكون قاعد على اعصابه قدام التلفزيون. دايا بيصور معاهم والمذيعه دي بتقول له ما تعرفش مين اللي عملها؟ بيقول لها اخوات فاسو الاربعه، رافي وفاشمي وماني وساندي، وكمان معايا الدليل على كل اللي عملوه. الدنيا بتتقلب والقضيه بتبقى قضيه راي عام، ودي قلب الدنيا على اخوات فاسو لحد ما بيجيبهم من قلب البحر، بيقبض عليهم وفاسو دماغه بتطير منه. بيتصل بوزير الداخليه، هو بيقول له ابن الهرمه ده ضيع اخواتي مني، اعمل اي حاجه. بيقول له اعمل ايه؟ الموضوع خرج من ايدي بقى في ايدي. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له يعني جهز كفن اخواتك. وفعلا صديقي بيجي يوم المحكمه والناس كلها بره مستنيه فيهم حكم الاعدام. ضيع بيعمل الصح وبيرفع محامي كبير محترم في القضيه، بيقول للقاضي زي ما انت شايف يا فندم كل حاجه ضد المجرمين دول. بيقول له فين الدليل؟ بيقول له موجود في الاسطوانه دي يا فندم. القاضي بياخد الاسطوانه وبيحطها على الشاشه بتحمل، وهو الاسطوانه بتكون فاضيه، الكل بيكون في منتهى الصدمه. القاضي بيقول له فين الدليل؟ جايب الاسطوانه فاضيه وتقول لي دليل؟ بيقول له لا يا فندم اكيد في حد حذف الفيديو اللي على الاسطوانه. وفعلا صديقي اللي حذف الفيديو بيحضر في المكان بيكون ابن الهرمه فاسو، جاي على وشه الابتسامه بعرض المدخل، والمحامي اللي موقفه لاخواته بيقول موكلين يا فندم مفيش ضدهم اي دلايل، يا ريت تديهم براءه فوريه. القاضي بيكون خلاص هيديهم البراءه ولكن ده بيقول له لا يا فندم سيبنا 24 ساعه وانا هجيب لك الدليل بنفسي. 24 ساعه وهيكون الدليل في ايديه، استنوا علشان خاطري ودي على مسؤوليتي الشخصيه. بيقول طيب الحكم هيتاجل 24 ساعه. فاسو بينصدم وبيروح على البار ده، بيقول للشخص اللي معاه هو الدليل الوحيد في القضيه كان الاسطوانه وخدنا الاسطوانه. بيكون مين الشخص ده؟ هو المحامي اللي ده مسكه القضيه واداله الاسطوانه، ولكن ابن الهرمه باعها لفاسو. بيقول له ما اعرفش، واما سالته قال لي مالكش دعوه انا هجيب الدليل. في الوقت ده شنافي بتقول له ايه الدليل اللي معاك يا ضايع؟ بيقول لها عايز الصراحه انا ما فيش في ايديا اي دليل. بتقول له طيب ازاي قلت للقاضي انك هتجيب له دليل وخليته ياجل القضيه 24 ساعه على مسؤوليتك الشخصيه؟ بيقول لها ما اعرفش هي جت معايا كده، الدليل الوحيد كان معايا هو الاسطوانه وهي راحت، معلش سيبيني لوحدي. بتسيبه لوحده، هو بيروح يشرب ومش عارف يتصرف ازاي. فاسو برضه بيشرب وبيتصل بيه، بيقول له يا ابني حرام عليك، قول لي ايه الدليل؟ انت مش كنت بتقول لي ان احنا اخوات؟ بيقول له اخواتك انت انا هشنقهم. بيقول له ايه الدليل بقى؟ بيقول له ما اعرفش بس خلصت. بيقول له ايه هي اللي خلصت؟ بيقول له ازازه الشيبس اللي معايا. بيقول له طيب قول لي ايه هو الدليل وانا هبعت لك ازازه حالا. حرام عليك دول اخواتي، عارف يعني ايه اخواتي؟ عيلتي، بس انت هتعرف يعني ايه عيله منين؟ ما هو انت يتيم، هلوم على مين اصلا؟ بيقول له مين اللي يتيم؟ انا ليا اب واسمه سونا وليا ام اللي هي ام ديبي واختي الصغيره اللي اخواتك قتلوها، وصدقني حقها مش هيروح. بيقول له مش هسيبهم ازاي وانا حرقت الاسطوانه؟ بيقول له مش عارف بس الاسطوانه اللي في ايديا خلصت، عايز واحده جديده. بيقول له هبعت لك، انت فين؟ بيقول له هبعت لك اللوكيشن، ابعت لي رجالتك خليهم يجيبوا لي ازازه وييجوا. بيقول له عينيا. بيقفل معاه وفعلا رجالته بيروحوا له هناك، بيقول لهم فين الازازه؟ بيقول له الازازه هتتكسر في حديده وبيخبطوا بيها. بيقول له لا بس دي مش مشبره قوي يا اخويا. بيخش عليه ولكن بالازازه اللي في ايديه بلا فيه اللي بعديه يحصل اللي قبليه، ما بيشوفش حد حواليه واللي بياخد منه خبطه بيعميه ابلع على بيتلموا عليه، ورغم انه سكران هي زقه بينطرهم حواليه، بيقفوا كلهم وبينزلوا فيه تخبيط. يفتكر ان ده هيفرق معاه عليه، بقول لهم صديقي لا والله. بيكسر عظمهم، بيقول هو ده كل اللي حصل معايا، حاسس اني تايه مش عارف اعمل ايه، بكره الجلسه الساعه 10 ومش عارف اقول ايه للقاضي، ولكن اللي متاكد منه اني مش هسيب الكلاب دول يفلتوا بجريمتهم وهجيب حق ديبي. وفعلا تاني يوم الساعه 10 بيروح على باب المحكمه، بيقابل شنافي، بتقول له لقيت الدليل؟ بياخدها بالحضن، هو بيكمل طريقه للمحكمه. بس بيقول له الله يهديه انا مش عايز اعرف ايه الدليل بس مستعد اشتريه باي فلوس، اخد مليون 2 10. بيقول له ما حدش قال لك ان ضايع القديم مات. هو بيسيبه وبيخش المحكمه مش عارف هيقول ايه للقاضي اصلا، الكل مستني يعرف ايه الدليل. وضايع بيطلع قدام القاضي، بيقول له ها ضايع ايه الدليل؟ بيغمض عينيه، هو بيقول له انا الدليل يا فندم شفت كل حاجه بعيني. بيقول له شفتهم يعني هم بيعملوا جريمتهم؟ بيقول له حصل، الكل
الكل فاهم انهم كانوا 4 بس. لا يا فندم الكلام ده غلط، انا كنت الخامس بتاعهم. الكل بيكون في منتهى الصدمه، وده بيقول له ايوه يا فندم انا كنت معاهم، واللي حصل كالتالي انا كنت مصاحبهم ودايما كنا مع بعض سوا، ودي مش اول مره نعملها. وفي يوم قلنا نجيب واحده متروشنه من المطار. فكرنا في مين؟ فكرنا في حفيده حضرتك. مش حفيدتك برضه بتدرس في امريكا وكانت نازله اجازه في نفس اليوم اللي نزلت فيه ديبي؟ ولكن ما نزلتش. شفنا ديبي قالوا لي ايه رايك ناخد البنت دي وخلاص. خدناها معانا وفضلنا 40 يوم نعمل معاها الغلط. 40 يوم مش حلينها، 40 يوم مستمتعين بيها وجبنا غيرها كتير، بس البنت دي زودنا عليها العيار علشان تعبتنا حبتين. تقدر تعدمنا دلوقتي؟ ما تقدرش، ولكن احنا نعمل الغلط في اي وقت. القاضي بيغضب وبيقول له لا اقدر، بما ان الجريمه واضحه وصريحه محكوم عليكم بالاعدام والتنفيذ بعد 5 ساعات. وفعلا بياخدوهم وبيخرجوا بيهم بره. شنافي بتاخده بالحضن وبتقول له ليه عملت كده؟ ما بيردش عليها وبيسيبها ويمشي. وهوب ام دي بتلسعه بحته قلم محترم، بتقول له اه يا مجرم اقتلوه اعدموه. مرسي بيمسكها هو بيقول لها استني انت ما تعرفيش حاجه، اللي قدامك ده مش انسان، ده ملاك وعمل المستحيل علشان يرجع لك حق بنتك. هو بيحكي لها كل اللي حصل. بيسيبها وبيروح لضايا هو بيقول له ليه عملت كده يا سيد الناس؟ بيقول له مش انت كنت عايزني اعمل كده؟ خلاص يا صاحبي جبرت. وبيسيبه ويمشي. بياخدوه مع المشنقه ولكشمي بتسمع اللي حصل وبتتصل بمارسي بتقول له اللي سمعته ده حقيقه؟ بيقول لها خلاص هيعدموهم كلهم. في ثانيه بتروح للصحافه والاعلام وبتقول لهم ضايا مظلوم، انا اللي اديته الاسطوانه ومسكته القضيه، واللي يثبت براءته الاسطوانه دي انا اديت له اسطوانه وخليت معايا نسخه احتياطي وهعرضها حالا قدام الكل. وفعلا بتعرض الفيديو اللي في الاسطوانه والكل بيعرف الحقيقه، وضايا بيكون خلاص هيتشنق، ولكن الضابط بيقول ثابت منك ليه؟ براءه ضايا ظهرت، ولكن الاربعه دول هيتشنقوا. اخوات فازوا بيهيجوا ولكن الشرطيين بيمسكوها. ضايا بينزل للضابط وبيقول له فكني. فضلوا ياكلوا فيها 40 يوم، سيبني عليهم 40 دقيقه بس. بيفكوا والاربعه بيستعدوا وبيخشوا عليه. بيخش على اول 2 بيجيبهم على الارض فنجاري، بينزل تخبط فيهم بكل غباء وبيكسر عظمهم محدش بيعرف يحل منه. بيطربش فيهم وفعلا بيديهم ال 40 دقيقه جحيم. اخيرا النار بتطفى وهو بيخرج بره، الكل بيكون في انتظاره. بيقول له مرسي انا لو ليا اب ما كانش هيعمل معايا اللي انت عملته. ام دي بتحضر هو بتقول له سامحني يا ابني ظلمتك. بيقول لها حقك وحق بنتك اللي هي اختي. ضباط المحافظه كلهم بيدوا له التحيه هو بيمشي في المقدمه وكلهم وراه في منتهى الفخر بيه. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي يكون كفيته ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.